بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ تعالوا كده النهارده معايا على الفيديو. هنعمل جلاش البيتزا، وهنعمل صينيتين كده مكرونه حلوين. تعالوا معانا على الفيديو هتشوفوا الطريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، يعود عليكم الايام بخير يا رب. متشكره جدا على التعليقات الحلوه وعلى دخول الناس الجديده من مصر وخارج مصر. ربنا يخليكم ليا يا رب، ما يتحرمش منكم ابدا. النهارده كده هنعمل بقى صينيتين كده مكرونه مع بعض، وهنعمل جلاش. بس الجلاش هنعمله ايه؟ باللانشون كده ببواقي التلاجة. عندي حتة جبنة موتزاريلا، على حتة جبنة رومي، على جبنة بيضة فيتا. فهنعمل كده صينية ان شاء الله قالب كده، وهنعمل المكرونة كده. طبعا المكرونة والحاجة اللي انا مقطعاها دي للجلاش، واللحمة المفرومة اهي طبعا للمكرونة، والجزر ده عشان نحطه بإذن الله مع اللحمة، بيبقى بيسكر كده اللحمة ويزودها. ومقطعه اهو البصل راخر اهو. وهنا هو كده انا جايبه كيلو ونص لبن اهو للبشاميل. هنبدأ بقى واحدة واحدة. انا حاطه مية المكرونة على النار، وهنبدأ في البشاميل دلوقتي. كده بالسمنة على النار بمعلقتين زيت مع حتة زبدة. حلو قوي كده. اديني حطيت كده اهوت اللبن ده، كيلو لبن وفضي ايه النص التاني اهو يا حبايبي. انا كده ايه نزلت اللبن عليها. هحط لها بقى، حطيت لها حته زبده كده تديها طعم حلو، وهحط لها حتتين جبنه، وادي حته جبنه موتزاريلا هرميها فيها تديها برده طعم جميل، وحته جبنه رومي بتدي بقى طعم حلو ليه. بصوا طالما طلعت الفرافيع دي اهي كده يبقى خلاص استوت اهي. الفقاقيع اللي هي بتطلع كده بصوا جميله ازاي، ولا مكتله ولا اي حاجه، جميله جدا هي كده خلاص. بصوا عامله زي ايه؟ بصوا طالما نازله كده يبقى كده خلاص حلوه قوي 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 اهو يا حبايبي. بصوا انا سخنت كده معلقتين زيت حطيتهم في الصينيه، وبحب انا احط طبقه كده بقسماط بتخلي ايه مفيش حاجه تلزق. هاجي دلوقتي اعمل ايه؟ اخد كده حبه بشاميل واروح رشهم كده، وان شاء الله مش هتلزق ولا حاجه. اهي احطها كده بحيث انها ايه انزل عليها المكرونه. هاجي هنا اروح ايه واخده كده اهوت البشاميل طبعا جميله اهي، ريحتها حلوه قوي وتقلها كده جميل. انزل بقى كده المكرونه اعمل كده الطبقه الاولانيه اهي، وننزل عليها برضو بايه بالبشاميل كده عشان تبقى ايه كتيره فيها وحلو. فهيديك فوق شويه بصوا يا حبايبي اهو. انزل عليها بقى دلوقتي بايه باللحمه. بصوا يا حبايبي انا هنزل بقى بنص اللحمه وافردها عليها. بصوا اللحمه اتعصجت بقت جميله، وطبعا فلفل الوان على فلفل حامي على فلفل اخضر، جميله قوي قوي قوي، ريحتها طالعه حلوه قوي. حطيت طبعا عليها توابل ايه عشان انا ساعه ما حطيت ما صورتش المقطع ده. حطيت قرفه وفلفل اسود وكرفسيني وحبه جنزبيل، لو اللحمه فيها اي زفاره بتروح. شوف كده، ولو عايزه تاني احط لها. بصوا حبايبي، وحاطه جزرايه بشراهم جزرتين كده، وده فلفل الوان احمر اهو وفلفل اخضر. هفرد الطبقه دي بقى وانزل عليها بطبقه المكرونه التانية وارجع لكم. انا
انزل بقى، ارفعي ايدك فوق يا بطه. طبعا اللي بتصورني بطه بنت بنتي، هم قاعدين معايا بقى، خدوا الاجازه وقولوا لها مبروك هي واخوها عشان نجحوا. هي في سنه اولى اعدادي طلعت تانية، باركولها بقى في التعليقات كده، هي واحمد. واحمد طالع سنه 5، ولسه عندنا بقى ثانويه وعندنا اعداديه. اما ينجحوا بقى باذن الله اقول لكم، باركولهم بقى كده واكتبوا لهم في التعليقات مبروك. انا النهارده عملت لهم بقى المكرونه البشاميل وعامل جلاش اهو، بمناسبه نجاحهم بقى عبالي اخواته. يلا بصوا، ادي دي الصينيه التانيه، هقفل برضو التانيه وادلق بقى البشاميل على الكل. انزل بالبشاميل اهو، انا بدلق كده بالبركه، اقسمها على الصينيتين وافرد على وشهم بقى، اسويهم وارجع لكم. بصوا يا حبايبي، انا اهو كده بحط ايه، بحط جبنه موتزاريلا على الوش. اللي عنده بقى جبنه رومي، جبنه موتزاريلا. انا النهارده ما حطيتش بيض بصراحه، ما فيش بقى، مش راضيه ابعت حد حرام بقى ينزل تاني. قلت خلاص انا احط جبنه موتزاريلا ورش حبه بقسماط، بتبقى حلوه قوي. ونحط على الوش كده حته سمنه بلدي تديها ريحه جميله قوي. وعلى الصينيه التانيه نفس النظام. اقفل معاكم الوقت صينيه الجلاش رفرف. هنولع الفرن بقى، نحط دول يستووا. هو ما بياخدش سوا قوي يعني، بسيبها كده 10 دقايق من تحت وبروح مطلعاها واخده وش على طول. اهي جبنه موتزاريلا بقى تديها طعم كمان حلو كده من فوق الوش. حبه رشه بقسماط صغير بس اهو. هرجع لكم بقى بعد ما ندخلها الفرن. اهو يا حبايبي، انا كده حطيت رقين تحت ودهنتهم طبعا. هنحط بقى كده لحد ما نحط نص الصينيه. طبعا احنا عملتها معاكم كذا مره. ورشه كده اهوت بسيطه، مسحه كده بسيطه اهي. ونحط تاني، احط معاكم رق كمان، واروح احط بقى النص ونرجع لكم ايه وانا بحشيها. نحط برضو رشه سمنه كده. انا حاطه سمنه على حبه زيت صغيره، زيت ذره كده عشان ما يبقاش طعمه وحش، يبقى طعمه حلو. خلاص هحط بقى النص ونرجع. اه يا حبايبي، انا اي حاجه عندكم بقى في التلاجة حطوها تتحشي بيها. احنا هي كان في كام قطعه كده لانشون بالبسطرمه، طبعا ريحته حلوه اهو، دي اللي بنحطه. عملناها كده جنب المكرونه جميله. ونحط برضو حبه فلفل اخضر كده اهو. اي حاجه عندكم اعملوها بيها، زي ما ساعات بنعمل بيتزا كده ونروح لمين برضو بيتزا سايله كده. هبقى مره اعملها معاكم، كنت عاملاها في القناه قبل كده. بلم فيها اي حاجه بقى موجوده في البيت. حط كده حبه فلفل حامي تديها طعم حلو، وقرن كده واحد. القوطه بقى انا هحطها من وشها، اعمل الجزء النص التاني اهو كده، وحبه فلفل. وانا دهنه جبنه دومتي حطاها بعد ما حطيت النص الاولاني، رحت حاطه جبنه دومتي. عامه دي احنا بنستخفها اكتر من اللحمه المعصجه. بس هحط بقى الجزء التاني ونرجع مع بعض. اهو يا حبايبي، انا حطيت بقى الجزء التاني وحطيت عليها الزيتون والجبنه الموتزاريلا وجبنه رومي من فوق الوش. هدخلها بقى الفرن دلوقتي شغاله على المكرونه. انا يا دوبك بخلي القعر بتاع 5 دقايق وارفع على الوش على طول، لان كل حاجه فيها مستويه. وادي صينيه البيتزا رخره، احنا بسميها بيتزا الجلاش. بصوا جميله قوي اهي اهي. هحطها رخره اهي في الفرن. اهو يا حبايبي، طلعتها بعد 10 دقايق. هنزل عليها بقى بايه، باللبن والبيضه، ربهم مع بعض. واروح حطها بقى تستوي، واروح مطلعاها ايه فوق تاخد وش، وخلاص على كده. اسوي بقى الصينيه عشان هي سخنه، امسكها بس بالحته، اميل اللبن عشان يروح في كل مكان. حبيبي طلعتها من الفرن،
ريحتها حلوه قوي بقى، ريحه الجبنه الرومي مع الزيتون مع الطماطم والفلفل، اكن بيتزا معموله. ريحتها حلوه جدا. المكرونه رخرة بتاخد وش ونطلعها. يا حبايبي، انا بقى مش هغرف اطباق. انا كده ايه قطعت عشان اختم الفيديو. تعالوا اتفضلوا معانا، وما تنسوناش بقى في الشير وفي اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا انا قطعت صينية والتانية اهي، بس احنا بقى كله جاع فايه هناكل ان شاء الله. تعالوا اتفضلوا معانا، ما تنسوناش بقى في الشير وفي اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.